السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أزكى الصلاة والسلام. القصة ديالنا اليوم هي القصة ديال السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها. زينب بنت جحش لها نسب عريق، أمها هي أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهي والرسول صلى الله عليه وسلم عندهم نفس النسب من الأب والأم، فرضي الله عنها. خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة اللي كان بمثابة ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كبر في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا تيقولوا له زيد بن محمد، حتى نزلت الآية اللي كتعارض الكلام ديالهم بأن زيد ماشي ابن محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية نزلت في سورة الأحزاب الآية 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ومن بعد نزول هذه الآية ما بقاوش تيقولوا له زيد بن محمد، وتزوج زيد بزينب بنت جحش وما قدراتش تتقبل الحياة معه، ورضات به كزوج غير حيث أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم. وشكى زيد للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء اللي وقع بينه وبين زينب، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليه غير صبر وبقى مع الزوجة ديالك. ومن بعد واحد المدة قصيرة نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كي آمروا فيها الله عز وجل باش يطلق زينب من زيد ومن بعد يتزوجها. وبعد ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم تردد، قرر في الأخير باش يمتثل للأمر ديال الله سبحانه وتعالى اللي نزل في سورة الأحزاب الآية 37. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وكذلك جاء في الآية الأخرى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. ومن بعد نزول هذه الآيات تزوج صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها، وكان هذا الزواج لحكمة إلهية وتشريع سماوي جديد، وكان هذا الزواج بركة على الإسلام، لأنه بهذا الزواج تبطلات بعض العادات اللي كانت في الجاهلية في التبني، لأنهم كان الشخص المتبني كيورث بحال الأبناء من الآباء ديالهم، وكيحرموا من الزواج ديال المتبني من المرأة ديالو. وبهذا الزواج ديال النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بطل لهم كاع هاد العادات والمعتقدات. ونهار العرس ديال زينب بنت جحش وفي الحجرة ديالها نزلت آية الحجاب في سورة الأحزاب، من سورة الأحزاب الآية 53. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ومن بعد نزول هذه الآية وفي هذه المناسبة أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء ديالو بالحجاب. والسيدة زينب كانت معروفة بالصدقة، وكانت عندها صنعة كتربح منها القوت ديالها، كانت كتدبغ الجلد واللي ربحاته كتصدق منه في سبيل الله. وكانت السيدة زينب
كتفتخر بأن الله سبحانه وتعالى زوجها من فوق 7 سماوات، ونطق بها القرآن وبنسبها اللي هو نسب الرسول صلى الله عليه وسلم. ماتت زينب رضي الله عنها بعد الوفاة ديال النبي صلى الله عليه وسلم في الخلافة ديال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت أول زوجة تموت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتصنع لها النعش لأول مرة في المدينة، ودعا عمر الناس باش يخرجوا الجنازة ديالها، وكانت أكبر جنازة دازت في المدينة، فرضي الله عنها وأرضاها. وإلى قصة أخرى من سلسلة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.